مر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى خيرات ومنها صوم عاشوراء يوم الحسنات ونهانا عن المنكرات ومنها ما ابتدعوا فيه من المخترعات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا الدين الواجبات منها والمندودات وأبطلوا رسوم الجاهلية المحرمة منها والمكروهات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد هان يوم عاشوراء للناس فيه معروفات ومنكرات ظلما. فمن الأول استحباب صوم فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء احتساب على الله أن يكفر سنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبل يوما أو بعد يوم. وكان عاشوراء يصوم قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. ومن الأول إباحة وبركة التوسعة فيه على عياله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من وسع على عياله في النفاقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنات. ومن الثانيات اتخاذه عند وموسمه أو اتخاذ ماتما من المراثي والنياحة والحزن بذكر مصائب أهل البيت واتخاذ الضرائح والأعلام وما يقرنها من الملاهي والشرك والأثام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نستغفره ونتوب إليه. الحمد لله يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقدهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر الذنب. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقيموا الصلاة.